انا عندي حته كده عايز اقولها. امبابي كان المفروض يجي مدريد من 2000 وكام 2018 6 سنين ساعه كاس العالم اللي خدوه. اهلا وسهلا. طيب امبابي ده لو كان جه ساعتها كان ساعتها احنا فينيسيوس جه في 2018 السنه اللي كريستيانو مشي منها. لو كانوا هما الاثنين جم في نفس الوقت، فينيسيوس ده كان اول ما جه مدريد بيستلم الكوره وبيقع على وشه بيجري لحد الخط، كان هيبقى كانت ساعتها هيبقى الله مع امبابي وفينيسيوس ده جاي يخدم عليه او فينيسيوس ده يقعد دكه. انت فاهم الفكره دلوقتي؟ انا فاهم. انت فاهم امبابي اصلا محطوط عليه ضغط ازاي؟ ايوه. وانا خلي بالك انا مش كمان متعاطف خالص. خلي بالك ضغط كمان ان هو بيلعب في البوزيشن اللي هو مش مرتاح له. بالظبط. بيلعب ظهره للجون وبيستلم الكوره وظهره للجون، ومفروض ان هو يبقى هو المحطه بتاعتهم، وده مش الصح. اي نعم هم بيعرفوا يسويتش. اي نعم فينيسيوس السنه اللي فاتت اثبت لنا انه يقدر يلعب مهاجم صريح اما كانوا بيلعبوا 4-4-2 دايما. ايوه بس حتته فين؟ بس هو كان دايما بيشفت شمال. هو حتته فين؟ مظبوط. انا ممكن تستخدمني مثلا 10 ماتشات هلعب في 9 في حتتي وواحد ماشي يا عم مفيش مشكله تكتك ويلا هنظبط الدنيا. طب خليني اسالك سؤال. دلوقتي خلينا متفقين ان الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي في ريال مدريد ده اللي اتنقل من 4-4-2 ل 4-3-3 عمره ما هيكمل بالشكل ده الا اذا جبنا مدرب يعرف يحبكها قوي ويعرف يمسك امبابي وفينيسيوس. بقول لكم ايه، احنا هنلعب للفريق وكل واحد يوريني مقامه. انا بقول لك ويعرف يحول امبابي من وينج لمهاجم زي ما انشيلوتي عرف يقنع كريستيانو بعد اصابته في ركبته انه يخش من الوينج لجوه، لان انت يا صاحبي ما بقاش عندك الفتنس ولا الطاقه ان انت تلعب جوه. مين بقى المدرب اللي يعمل كده؟ وهل اصلا امبابي وهو لسه سنه صغير بكامل صحته هيرضخ ان هو يخش قلب الملعب ويلعب مهاجم؟ هتجيب جوانا يا صاحبي وهنديك ضربات الجزاء وهتبقى مش عارف ايه، بس مش هتلعب في المكان اللي انت مرتاح عليه، وهتحتاج شهور ان لم يكن سنه كامله عشان بس تتاقلم على المكان الجديد. بص احنا لو اتكلمنا عن المدربين اللي موجودين دلوقتي فهو واضح يعني من السنه اللي فاتت ان في بروجكت واضح. انشيلوتي هيكمل، ده اخر سيزون ليه المفروض في العقد بتاعه. قلنا كده السنه اللي فاتت. لا هو كان اخر سيزون ليه في العقد بتاعه، ومره واحده تشابي الونسو بعد ما كانت الانديه كلها بتدور عليه قال لك انا هقعد سنه زياده في ليفركوزن. دي حقيقه. طيب تشابي الونسو كان رايح فين؟ راح ليفربول. طب جه ارني سلوت خلاص. كان رايح فين؟ بايرن ميونخ. طب جه كومباني خلاص. كان رايح فين؟ برشلونه. جه هانزي فليك خلاص. باقي مين الفريق اللي ممكن يكون يعني محتاج مدرب؟ في كلام ان جوارديولا عايز يمشي وان تشابي الونسو ممكن يعني صعب، خصوصا ان اموريم اللي كان برضو الكلام عليه هو كان برضو ما بين سبورتنج لشبونه راح يونايتد، بس بنسبه كبيره هي ماشيه، يعني هي ماشيه لسكه ان كل المؤشرات بتقول ان تشابي الونسو هيبقى هو المدرب الجديد بتاع ريال مدريد. هل بقى تشابي الونسو هيعرف يتعامل مع النجوم دي؟ وما دي لا، ما هي دي المشكله. بس خلي بالك دي الفكره. انشيلوتي ميزته ان هو درب نجوم ودرب العيال دي اللي هم المفروض نجوم، فهو هعرف اهندل. انت في الاول في الاخر كفينيسيوس ومبابي انت شايف بره ده انشيلوتي. ما انشيلوتي برضو ما كان هو تاريخ يا جماعه، اكيد ما حدش قال 5 تشامبيونز ليج يا جماعه تاريخ. أكيد هو أكيد. ما في انت برضو لما هتبص له لا ماشي دي. بس دي الميزه الوحيده. قول لي كده ميزه دلوقتي غير انه هيبه وبيعرف يلم اوضه اللبس. خليني برضو اقول لك على حاجه. انا دلوقتي كرئيس نادي لما اشوف مدرب لا بيقرفني في تعاقدات ولا بيخليني ادفع فلوس كتير كده بيقول حاحه وبيجي لي بيجيب لي بطولات وبيجيب لي تشامبيونز ليج، خلاص يعني انا باخد حاجات فور جرانتد يا معلم، انا همشيه ليه؟